إن محبة الله ورضاه مبتغى كل مسلم ومسلمة، فإنها النجاة للمؤمن عند الله يوم القيامة، والناس متفاوتون فيها، فمنهم المجد المجتهد لينال محبة الله تعالى، ومنهم المقتصد ومنهم المقصر، فالله تعالى يحب المحسنين المتقين، فاستقم على أمر الله. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وحافظ على طهارة قلبك وبدنك وثوبك، فإن الله تعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتوكلين، فاعتمد بقلبك عليه وفوض أمرك إليه. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. واصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة، فإن الله يقول: والله يحب الصابرين. والتزم بالعدل مع كل الناس حتى مع أعدائك. قال تعالى: إن الله يحب المقسطين. واحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسر على نهجه واتبع سنته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأحب البلاد إلى الله مساجدها، فاحرص على إعمار المساجد بالذكر والعبادة. وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، وأحب القلوب إلى الله تعالى ألينها وأرقها، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ومن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. ومنها سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. وأحب ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى الفرائض ثم النوافل. قال تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. وفي الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.